بيجي لي سؤال مهم جدا من اولياء الامور دايما، احنا دورنا ايه في عمليه تعليم الطفل؟ انا بقول لها باختصار، او بقول له باختصار، انت دورك ان انت تخلي دايما ابنك يكون موتيفيتد، يكون متحمس ومتشجع ان هو يكون بيتعلم البروجرامينج، يكون مستمر في تعليم البرمجه لابنه. طيب جينا احنا نفكر بالعكس في 3 سي، ايه اللي احنا محتاجين نعمله عشان خاطر نشجع الطفل اكتر؟ احنا تقريبا في 3 سي مقفلين الجيم، يعني الطفل بيتشجع، بينزل له صوره، بيعمل فيديو، بيعمل بروجكت كبير، بيفكر في حاجه، بيرفع ابلكيشن على الاب ستور وهكذا. من ضمن الحاجات الموتيفيتد قوي بالنسبه للطفل ان هو يكون بيظهر على التي في. لحد ما لقينا 3 سي وانا صراحه حبيت المكان ده. تخيل لما طفل يكون وصل من السيلف كونفيدنس ان هو يطلع في برنامج ويتكلم عن بروجكت هو عمله في حاجه مختلفه زي الكودينج او زي الاي اي، اكيد الحاجه دي هتدي للطفل تراست وهتعمل له ميموري واكسبيرينس حلوه جدا، وهيفضل ان هو فاكرها ومش هينساها. وده كان هنا الهدف ان احنا نسيب للطفل فينجر برنت في حياته، ان انت تعبت، اتعلمت حاجه جديده، حاجه مختلفه، بذلت فيها مجهود، استمريت فيها، بقيت ان انت موجود على التي في. دي حاجه في وسط اصحابه، في وسط الكوميونتي اللي هو فيه، بتبقى بالنسبه له فيري موتيفيتد. عشان كده اجابتي باختصار للموضوع ده، احنا هدفنا من البرنامج ان احنا نشجع اولادنا ان هم يكونوا احسن. دايما بنحاول ان احنا نحطهم في كوميونتي مختلف، كوميونتي يكون بيفكر في الانوفيشن، يفكر في الابداع، بيستخدم الميديا بشكل سليم، يكونوا موجودين بشكل يكون جذاب ومختلف عن الاطفال اللي في سنهم في الوقت الحالي بيكونوا فيه.